إذا قالوا لك عندك مرحلة ما قبل السكري لا تفكري إنك بأمان، لأن السكري من النوع الثاني ما بيجي بيوم وليلة، غالبا بيسبقوا سنين من اضطراب باستجابة الجسم للأنسولين. ممكن تكوني عم تحسي بجوع مستمر، رغبة قوية بالحلويات، تعب ونعس بعد الأكل، صعوبة بخسارة دهون البطن، ضبابية بالتفكير وعدم التركيز. هيدي الأعراض ممكن تكون من علامات مقاومة الأنسولين، وهي من أكثر الحالات المرتبطة بمرحلة ما قبل السكري. الخبر الحلو اليوم ما لازم تستني لحتى يصير عندك سكري حتى تبلشي تهتمي بصحتك. لهيك انا دايما بحكي عن مقاومه الانسولين وعن الالتهابات وعن صحه الامعاء وعن توازن سكر الدم، لانه لما نفهم السبب بنعرف ليه. وانا ما عم بحكي بس من الناحيه العلميه، انا كمان عم بحكي من تجربتي الشخصيه. انا كان عندي مقاومه انسولين والحمد لله قدرت احسنها من خلال تغيير نمط حياتي واتباع برنامج صحي متكامل مع منتجات كانت جزء اني اوصل لهيدي النتيجه. إذا حابة تعرفي تفاصيل أكثر عن النظام اللي اتبعته وعن البرنامج الصحي الحاصل على براءة اختراع، اكتبي لي كلمة برنامج بالتعليقات وأنا بتواصل معك وبشرح لك كل التفاصيل.